السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من معلوماتك اليومية. في سر عمر قرون، سر بيخلينا نسأل نفسنا ليه المسلمين ما عملوش قنبلة نووية. فضلا وليس أمرا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ليوصلك كل جديد. من أكتر المواقف بقى اللي بتوضح فلسفة المسلمين في الحروب هو موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما تعرض للضرب والطرد من أهل الطائف. رغم كل الأذى ده جاله ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني يهد عليهم الجبال ويخلص الموضوع أصلا. لكن النبي رفض وقال له بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. وبرغم الأذى اللي كان سيدنا محمد فيه ما كانش هدفه الانتقام أو الإبادة، كان هدفه الهداية. حتى في قصة ذي القرنين لما ربنا خيره قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى. يعني حتى في حالات السيطرة والقوة الخيار مش دايما كان العقاب ولا الإبادة الجماعية، الخيار كان دايما الهداية. فهل ممكن نقول إن ده سبب خلى المسلمين يتمنعوا عن تطور أسلحة دمار الشامل؟ ولو اتكلمنا بقى عن علماء المسلمين عبر التاريخ كانوا رواد في الفلك والطب والكيمياء والرياضيات. ابن سينا والرازي والبيروني والخوارزمي، كل العلماء دول بعلمهم باكتشافاتهم كانت دايما في خدمة الإنسان مش لإبادته. المنهج الإسلامي كان دايما بيميل للعلم اللي بينفع الناس مش اللي يفنيهم. ده يخلينا نسأل، هل الدين كان بيأثر في توجيه العلماء؟ أخلاقيات الحروب في الإسلام. لو رجعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة. ده مش بس كلام، دي رحمة، ده قانون، ده أخلاقيات للحرب. يعني ما كانش عندهم مبدأ اسمه نقصف الكل ونشوف مين اللي عايش بعدين زي ما بيحصل في أسلحة الدمار الشامل دلوقتي. الدين الإسلامي حط قواعد بتمنع الإفراط في القتل، وده ضد طبيعة أي سلاح شامل بيقضي على مدن كاملة دلوقتي. هل بقى المسلمين كان عندهم القدرة ولا لأ؟ أيوة، المسلمين في أوقات كتير كانوا متفوقين عسكريا وعلميا. في مصادر بتتكلم إن في عهد العباسيين مثلا كانت في تجارب كيميائية خطيرة وكان عندهم علم ممكن يطور السلاح. دايما كان الاتجاه العام بيمنع التجارب اللي ممكن تخرج عن السيطرة أو تضر بالمدنيين. كمان في العصور الوسطى في أوروبا كانوا بيحرقوا الناس بتهمة السحر، والمسلمين كانوا بيبنوا مراصد فلكية. مين فيهم بقى كان أقرب لصناعة الدمار الشامل؟ مش دايما اللي معاهم علم بيستخدموه في التدمير. الحروب ضد المسلمين كانت إبادة جماعية مش دعوة لأي دين تاني. المغول والصليبيين والحملات الاستعمارية واللي ما يتسموش كلهم لما حاربوا المسلمين ما كانوش بيسيبوا ولا حجر ولا بشر. كلهم كان هدفهم الإبادة مش فرض ديانة تانية حتى. على العكس بقى المسلمين لما فتحوا البلاد دايما كان في خيار: الإسلام أو الجزية أو الحرب. يعني في مساحة لاختيار مش الإجبار، بعكس غيرهم تماما يعني. خلينا نتفق ان دايما فكرة مش عشان انا قوي يبقى عندي سلاح الاقوى، لا، مش دايما صح الفكرة دي. مفيش شك ان اسلحة الدمار الشامل بتدي هيبة، بس هل دي فعلا قوة ولا اكبر نقطة ضعف؟ اكبر واقوى دول عندهم سلاح نووي برضه عندهم قلق دايم من الدول اللي حواليهم. في المقابل بقى في حضارات خلدها العلم مش الحروب. المسلمين سابوا تراث علمي مفيش زيه ولسه موجود لحد النهارده. وفي النهاية مش ان المسلمين ما قدروش، لكن هم اختاروا ما يعملوش. اختاروا انهم يوجهوا قوتهم للعلم، للعلاج والاختراع مش للقتل الجماعي. وده مش ضعف، ده قرار حضاري. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في المحنة اللي هم فيها، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ليوصلك كل جديد من معلوماتك اليومية.